بالنسبه للحوت نتاعي كما قلت لكم خذيت الورقه انا السول وخذيت معها شويه فونغوليا هذوما الببوش هذايا. العمليه باش نسحق شويه معدنوس، باش نسحق الفرينه، باش نسحق الكعبه قارص. توا اول حاجه باش نقوم بها، باش نقوم بترتيب الفونغوليا هذوما نسيت باش نسموهم بالعربيه بابوش البحر هذا، باش يطيب وحده، ومن بعديك باش نعملوا بهم الميزون بلاس نتاع الصحن نتاعنا. والحوته باش تبيع باش بطبيعتها باش تطيب في مقله وحدها بطريقه خاصه بها هي. تبعوا معنا حتى للاخر. بالنسبه للبابوش نتاع البحر معناها باش نحطوه في كاسرونه واحده، باش نحط له الساقين نتاع المعدنوس اللي قصيته اللي استعملته من هنا، باش نحطهم لهنا. هذوما جيست حاجتي باش نطيبهم وحدهم، علاش؟ خاطر عندهم باش يتحلوا في ماء، يلزمهم يتحلوا، بعديك نزينوا بهم الصحن، نحطوهم الكل لهنا. شويه زيت، يعني انا كم زيت زيتونه، وبعديك يتحط على النار حتى يتحلوا البابوشات كلها. البابوش نتاعي خالص لازم نزيدو حتى شويه بين ما يقلقش. ونجي نغطي عليه حتىش نتحلوا لي الكعبات الكلها بتاعي. كيما قاعدين نشوفوا نتحلوا لي البابوشات الكلها بتاعي. ما عادش نسحقوا باش نطيبوا برشا، ليش نحطوا في الديكور ولازم تحط عليهم النار. هذه كعبة الورقة نتاعنا. أنا بطبيعتي كما شفتوا في الفيديو باش نحي الراس. ما نسحقوش الراس، باش نحاول باش نحولها الشوك هذايا بالمقص. نحاولوا باش نجيو من الاخر بالكل، نوقفوها هكا نتبعوه حتىش للاخر نتاعو. كيما تنجموا تكلموا الحاويات ينحي لكم الشوك هذا، لكن ماهوش الشوك راهو كيما الحوت الاخر. قريب مشي الاخرى زاده. لهنا الحوته تاعي ضاف. انا باش نخلي لها هذه نتاعها باش نجم نشدها منها باش نجم نقلبها في الطبخ. توا العمليه بالطهي نتاعي باش ناخذ مقله باش نحط فيها شويه زيت تورنوسول، معناها زيت نتاع قليان، شويه زيت، وباش نكمل القليان نتاعي بالزبده. معناها اول حاجه باش نقوم بها ساعه باش ناخذ الحوته نتاعي من الذيل باش نحاول نعديها على الفرينه. هو التكنيك الكل نتاع الطهي نتاع الحوته هذه اللي كونها بالفرينه، لكن يعني عملت الكوش الاولانيه باش نحاول باش نعمل لها شويه وفاح، شويه ملح، نحطوا فيها شويه زيت تاع قليل مش برشا، خاطر باش نكمل القليل نتاعي باش نكملو بالزبده، خاطر زيت الحاكم هو اللي نجم يشد لي اللي يزيد اكثر للسخانه كما نقولوا نحن. ما نساوش باش نحيو الزيت نتاع الفرينه كما قلت لكم، حاولوا باش نحطوها على جنب الابيض. بسم الله. نبدا نحط في الزبده جاي نقصوا في الغاز باش ما تحرقيش برشا. وباش نمشيو نكملوا عمليه التحضير اللي يلزمها من بعد باش نسحق العصير تاع الليمونه والمعدنوس اللي حضرت لك بالليكم. من هنا نحاولوا باش نقلبوا الشيره الاخرى تاعنا. والطريقه باش تتم بالعمليه هذه نقعدوا نرشوا عليها في الزبده. الوصفه هذه راهي تحب ياسر برشا زبده، معناها نخلي الشوا كل واحد قداش معناها من 30 جرام حتى 80 جرام تنجم تحط لها الزبده، بس كل شويه نعاود نشبعها بالزبده من الفوق. هوني نجم نقولوا الحوته تاعنا عطينا شويه بركه ترتيب جوها احلى جو. نحاولوا نخرجوها على النار باش نعملوا كان دريسات. طبعا نقوم نخرج الحوته نتاعي
ناخذ تحت القرص باش نعمل كيما جرة الصوص، نحاول نديجلاسي بالقرص. هوني كملت الديجلاسات نصبو، انا قبل ما نصبو باش نحاول باش نصفيه الجو هذاك اللي هو اللي باش يعطيني البنه والنكهه كلها نتاع الوصفه نتاعي بالطبيعه. وهذايا باش نزيدو نحطو المعدنوس نتاعنا. طبعا نكملو نحطو البابوش نتاعنا باش نزينو بيه. هي كومباني كلها تبدا في الحوت. الدريساج نتاع الحوت نتاعي هذا البلا باش يمشي، وبالطبيعه على الكونتور نتاع البسباس ان شاء الله بعد كنت نوريكم كيفاش نقدموا الطبق هذا. هذه هي الحوت نتاعنا، نحاولوا باش نتبعوا في الوسط باش نحاولوا باش نخرجوا لي فيلي نتاعنا. هوني قاسية الحوت نتاعي، البارتي هذه فيها العظم، هذا اللي فونغول نتاعي. طيب باش نزيدو ونحط الكونتور نتاعي انا اللي هو البسباس نتاعي. وهنا نكون البلان نتاعي حضر. فقط كان باش نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ولكن كان باش نجربوها. هنا البلان نتاعي.